احنا عندنا كل انواع الاعسال او بنسبه 90% من انواع الاعسال الموجوده في مصر. عندنا حبه البركه، الموالح، البرقوش، اليانسون، التين الشوكي، كل الانواع اللي موجوده دي. كل نوع عسل ليه فوائد معينه. كل الانواع اللي هنا لو احنا عايزين حاجه لجهاز تنفسي بناخد اليانسون او بناخد حبه البركه او الكراويه. عايزين حاجه للمناعه بناخد فيتامين سي اللي هو عالي خالص، اللي هو الموالح، اللي هو البرتقال واليوسف الليمون. واللي اسمعوا ان عسل الموالح ده بقى يعني هو اكتر عسل مفيد واكتر عسل مدرج ما بين الناس، هو زهره البرسيم. شايفين احنا بنتكلم في نحله بتدور حوالين جرجس اهو. تعالي يا نحله اهي العسل، بصوا النحله، بصوا. احنا عندنا عسل تين شوكي، احنا بس اللي بننزل عسل التين الشوكي، ده زهره التين الشوكي صريح. فوائده ايه؟ منظم هضم، وفيه بقى طبعا نسبه بوتاسيوم عاليه، وزي باقي انواع الاعسال، في احماض امينيه وفي فيتامينات، لكن لا يعد العسل ان هي ما نقدرش نقول العسل بديل للبروتين طبعا، لكن نقدر نقول حبوب اللقاح هي بديل للبروتين. عندنا كمان حبوب لقاح اهو. العبوه دي بكام مثلا يا جرجس؟ دي عامله 20 جنيه. العبوه دي ب 20 جنيه. كل الانواع ب 220 عدد البرسيم. عدد ايه؟ زهره البرسيم اليوناني. مش هرجع لك تاني. ما يهمكش اي حاجه، بص انا معاك، ما يهمكش ولا يهمك اي حاجه. الشرباجي دول بتوع اصلا من تونس. لا اصلا تركيا. ايوه بس من عريش وكده تمور 5 نجوم وعسل الشيء. عنده مشاكل في الهضم كويس جدا للقولون. وبرضه عندنا عسل حبة البركة. عسل حبة البركة من أفضل الأعسال للمناعة وفاتح شهية وبيساعد على الهضم. أنا عندي منتجات الكروشيه، كل الكروشيه، ملابس وشنط واكسسوارز وديكورات دي كوسترز ودي كوستر ومنظمات في منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ دي تحطوها على التسريحه كده للبنات وحاجه البنات، مستلزمات بنات، حتى كاتبه حاجات الرقيقه بتاعت البنات. وطبعا هي حاطه البراند بتاعها عليه بقطعه كده في منتهى الجمال جلد. وهنا شايفه برضو الشالات، وشايفه برضو ده بورتوفيه وده بورتوفيه طالع ترند قوي. اتفضلوا بجمال. جميل قوي. شايفين الشغل بالخرز، شايفين الفينيشنج، مطعمين الكروشيه بالخرز ومطعمين برضو الكروشيه بالجلود والاخشاب. بص الشنط، بص جمالها. الشنط برضو بتاعتك هنا جميله. طبعا دي الكلاتش الجديده. شايفين شنطه عمليه جدا وواسعه وبتشيل كتير. ودي منتجات من الجلد الطبيعي. منتجاتي كلها جلد طبيعي بقري، سواء كانت شغل خام او شغل بيتعمل عليه دق وحفر وتأبيب. الشنطه بتجري مننا ما بتقربش. شغل دق وحفر وتأبيب. الشغل بتاعنا تقطيع الجلد كله، والشغل بتاعي كله هاند ميد. تمام. بعمل بورتفوليات، بعمل محافظ، بعمل كراتات هنا. بعمل مقلمه. بص مقلمه جلد طبيعي بعمل سليف لللابتوب. بعمل جرابات نظارات سواء عاديه وسواء بالتلوين. ومعايا
جميل. عندنا هنا ازاهير، فين ازاهير؟ اهو ازاهير. ازاهير من السودان الشقيق. ازاهير انا اعرفها واعرف بنوتتها الحلوه. بنوتك اسمها اسماء. ازاهير بقى بتعمل ايه؟ قولي يا ازاهير. بشتغل شنط اطفال، بتشتغل شنط. علي صوتك شويه ازاهير. ايوه شنط، مقاسات كبيره، مقاسات صغيره، شنط اطفال، بوكات. شايفين يا جماعه؟ ده برضو شغل هاند ميد، بس مش بايدين مصريه، بايدين سودانيه، هم اخواتنا وحبايبنا واشقائنا. هتلاقوا برضو اللمسه مختلفه، هتلاقوا الفينيشنج رائع الجمال. كمان معاها فكره الشنطه التوت باج، فهنلاقي هنا مثلا المج دوت شنطه بصوا يا جماعه، التوتي باج دي من ساعه ما طلعت من كذا سنه وانا مهووسه بيها. مفيش حاجه في بيتي مش حطاها في توت باج. اهو بصوا نفس الطباعه اللي هو البطيخه. ايوه بصوا المج وجماله. وبعدين ايه بقى مكتوب ايه؟ نشتغل بقى. هنا نشتغل بقى. هنا حتى كمان خليك الف تبقى الوحيد المختلف. شكرا. ايوه. وعندنا بقى حاجات بقى اتباعت المج بتاعها كمان ديت من الجمل الجميله قوي. بص مكتوب ايه؟ حتى وان بدت السماء بعيده ان الذي فوق السماء قريب. الله الله الله.